النهاردة بقى هنعمل مع بعض الكيكة الفظيعة الخطيرة دي، كيكة المسخسخة الجبارة العظيمة. الكيكة دي من اروع الكيكات اللي انا عملتها، بجد رهيبة جدا جدا، لازم تجربوها. بجد انا عملتها كذا مرة، دي مش اول مرة، واللي دقها مني خلاني قررتها كذا مرة بصراحة، لان هي فعلا جميلة قوي 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 يعني بجد. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان اي جديد اعمله يوصل لكم على طول. دلوقتي الكيكه دي بتاخد معايا 3 كوبايات من الدقيق، اللي هي الكوبايه الكبيره اللي هي بتاعه المج ده بيبقى حوالي 200 ملي مثلا. بس طبعا في السوائل غير في الدقيق. اوكي. وهحط عليه كيس بيكنج باودر على طول. لو عندك كيك شيف يبقى ايه كويس. الكوبايه بتاعت السكر دي هي كوبايه الدقيق اللي انا عايرت بيها. ويا ريت تخلي المعيار بتاعك في كل الكيكه بتاعتك معيار واحد، تمام، عشان تطلع معاكي مظبوطه، للسكر للزيت للسمنه لكل حاجه. نزلت كده على الدقيق بالبيكنج باودر والفانيليا، وحطيت معلقتين كبار من اللبن البودره. لو مش متوفر عندك لبن بودره تقدري انك ما تحطوش عادي جدا خالص يعني، بس هو لما بتحطيه بصراحه بيدي طعم للكيك، وبيزودوا في القيمه الغذائيه بتاعته يعني بتبقى عاليه. بس مش متوفر ما تعطليش نفسك خالص، واستمري زي ما انت يعني كملي كيكتك عادي جدا، مش هتأثر في حاجه. تمام. هنجيب بقى الخلاط، هحط فيه كوبايه السكر اللي قلتلك عليها. وهنا بقى عندي معلقتين من الزبدة ومعلقة من السمنة البلدي وربع كوباية من الزيت. مش متوفر عندك سمنة ولا زبدة هنحط كوباية من الزيت. مش متوفر عندك زبدة هنحط نص سمنة على نص زيت. عايزة اقول لكم بتدي طعم جميل جدا جدا جدا. ولو انتي حطيتي زيت بس هي مش هتبقى وحشة، بس انا عن نفسي شخصيا بحب الكيكات احط فيها نص كده او نص كده مع الزيت، مش بحب اعملها بزيت بس. بحس ان هي يعني مش عارفه يعني، هي الناس كتير بتقول ان هي بتبقى اخف، بس انا بصراحه بحبها ايه زي ما قلت لكم كده. وهنزل بقى عليها بالليمونه عشان طبعا الزفاره، انتوا عارفين الليمون جبار مع البيض والحاجات دي. تقدري ان انت تاكلي الكيكه بتاعتك كده بنفس راضيه، ما تبقاش ان هي ايه فيها زفاره ولا اي حاجه خالص. حطيت الثلاث بيضات كده اهو مع بعض، وهحط بقى اللبن، وهحط كمان كيس من الفانيليا تاني. خلاص كده. واحط كمان معلقه خل. انا كنت حطيت الفانيليا بعد اللبن. ضربتهم كويس جدا جدا في الخلاط زي ما انت شايفه كده قدامك. وهنا بقى الصينيه بتاعتي مبطناها في فرشه كده من السمنه، ونزلت عليها برشه من الدقيق. بطنتها كويس جدا. لو عندك ورق زبده استخدميه برضو متاح، بس انا حاليا ما كانش متوفر عندي، فعملت بالطريقه المعتاده بتاعتنا العاديه، اللي هي برضو بتخليلي بتحميلي الكيك بتاعي من تحت، وبيطلع معايا حلو وما يتلسعش ولا اي حاجه. هنقلب بقى الكيك كويس جدا جدا كده مع القوام مع الخليط اللي احنا عملناه في الخلاط. لو انت عندك مضرب كهربي تمام، ما عندكيش استخدمي الويسك كده على طول، وسهلي ايه الدنيا عليكي. انا كان عندي الاتنين بصراحة، بس انا حبيت ان انا اعمل بيه عشان اسهل ايه الموضوع. بعد ما خفقتها كويس جدا مع بعض، نزلت بيها بقى ايه في الصينية. هي بتكون قوامها تقيل كده اهو شوية. لو خففت القوام بتاع الكيك هتبص تلاقيه بعد ما عليت ونفخت جدا معاكي في الفرن هبطت وما بقتش مظبوطه، والكيك اكنك ما عملتوش وهيبقى وحش جدا وهترميه. فانتي القوام بتاعها بيبقى تقيل شويه كده زي ما شفتي، وتدخليها بقى الفرن على درجه حراره 180، وتختبريها بالخله او بالسكينه. انا اختبرتها بالسكينه والسكينه طلعت نظيفه ما فيهاش اي حاجه خالص زي ما انتوا شايفين، والكيك بتاعي كان استوى وكان تمام جدا. هسيبه بقى يبرد خالص على جنب لحد ايه ما اعمل الكريمه بتاعتي، وفي نفس الوقت عشان اقدر ان انا اقلبها، لان ايه هوريكي خطواتها هتبقى عامله ازاي. بصي انا دلوقتي كده هعمل الكريمه دي.
بكيسين من الكريم شانتيه، لان الصينيه بتاعتي كانت كبيره مقاس 30. لو انتي هتعملي صينيه صغيره تقدري تعملي بباكت واحد. تمام. وهنا عندي نص كيلو من اللبن. النص كيلو ده متلج، انا كنت حاطاه في الفريزر شبه يعني دخل على التلج خالص، مش تلجة تلجة، لا هو فيه كتل تلج. تمام. حطيت بقى باكت كده واحد، وهنزل حطيت الباكيتين ولا ايه، سوري انا اسفه. وهنزل بنص ايه الكميه اللبن اللي هو الربع كيلو، بعد كده انزل تدريجيا ببقيه ايه النص التاني. يعني كده انا استخدمت للباكيتين نص كيلو، وادوني قوام حلو جدا ومنفوخ واتنفشت جدا معايا. الكيكه هنا بقى كنت قلبتها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده على على الطبق ده. يعني هاخدها بقى كده اهو قدامك وهقلبها. انا ليه ما حشيتهاش على على الطبقه اللي من فوق؟ عشان الطبقه دي بتكون ناعمه قوي، ما بت وكمان بتبقى عامله طبقه يعني ما بتخليش اللبن يتشرب كويس جدا في الكيك. تمام. انما الطبقه اللي تحت ديت تقدري ان انت تشربي اللبن كله بسيط. دلوقتي احنا الصينيه دي بكيلو من اللبن، تمام، بكيلو. بس الكوبايه دي طبعا بتشيل نص كيلو، فانا حطيت عليها معلقتين كبار من السكر وهسقيها، وبعد كده هرجع اسقيها بالنص التاني من غير سكر خالص. تمام. عشان انا حطيت معلقتين. بعد ما خرمت الكيك بقى بتاعي كويس قوي قوي، رحت نازله عليه باللبن زي ما انتوا شايفين كده قدامك. ماما. كده خلاص انا شربتها بالنص التاني اللي قلتلكوا عليه، وهنزل بقى عليها بالكريمه. الكريمه دي مش كتيره خالص على الصينيه عشان الصينيه كبيره، بس انا بحب احطها على مرتين. المرحله الاولى عشان بس اوزع الكريمه كويس جدا جدا واحطها، وبعد كده المرحله التانية عشان الحته اللي الكريمه ما وصلتلهاش كويس وما كانتش طبقه فيها عاليه تبقى ايه مظبوطه. تمام. الكيكه دي رهيبه جدا وتنفع قوي يا جماعه في اعياد الميلاد وفي المناسبات، بجد رهيبه وحلوه جدا وسهله وموفره، تقدري تنفذيها باسهل الطريقه. كده خلاص انا فضيت بقى بقيت كميه الكريمه، هدخلها بقى الفريزر تسقع. يعني ممكن تدخليها التلاجة ساعتين مثلا، بس لا انا دخلتها الفريزر تسقع عشان يعني يبقى الوقت اسرع، يعني في ايه في ان هي تسقع معايا والكريمه تمسك على الكيك. هنا بقى عندي حوالي كده 250 جرام من السكر. وجبت بقى الحله كده حطيت فيها السكر، خلاص كان يعني هو ابتدى سيكا يسيح. هحط بقى عليه ربع كوبايه كده من الميه في النص، وخدي بالك ان هو ما يسكرش معاكي، عشان لو سكر الكراميل بتاعك مش هيتظبط خالص. تمام. انا سيبته كده بقى لحد ما ساح خالص معايا، ونزلت عليه بكوبايه كده من الميه، وحطيت عليها معلقه نشا وايه وقلبتها كويس جدا مع بعض. بعد كده رحت نازله عليها بقى على البتاع، انت هتلاقيه يتمسك كده معاكي، هتفضلي بقى تعملي فيه لحد ما يتقل قوامه معاكي. تروحي نازله بقى بمكعب من الزبده تسيحيها كده زي ما انتوا شايفين يعني. عايزه اقول لكم الخطوه بتاعت الزبده دي بتديله طعم رهيب جدا جدا وفظيع قوي، وريحته بتكون تحفه. ونزلت عليه كده بكيس من الفانيليا برضو رهيب مع الكراميل، بجد فظيع. القوام ده كده مظبوط جدا جدا بعد ما حطيت النشا واستمريت طبعا في التقليب. كده خلاص هو بقى مظبوط معايا. هسيبه بقى يبرد شويه، بعد كده ايه هروح حطاه على الصينيه بتاعتي. بصوا هي كده كانت سقات تماما، وكان السقايه بتاعتها مظبوطه زي ما انتوا شايفين كده بقى ايه، والكريمه متظبطه جدا. هحط بقى عليها الكراميل بتاعي. تمام. هو على فكره مش سخن، هو دافي يعني برضو مش ساقع. انا برضو ما بستناش عليه قوي ان هو يبرد تماما عشان ما يمسكش معايا. وبصي تنزلي كده بقى على ظهر المعلقه او على وش المعلقه، عشان لو نزلتيه دايركت مره واحده كده على الكريمه هتبصي تلاقيه عمل خرم كده اهو في النص، سوري الكراميل بتاعي ايه بقى موجود في مكان واحد بس. فدلوقتي احنا نفضيها كده خلاص كله بقى موجود. هنوزعها بقى على الصينيه كده بالراحه بظهر المعلقه زي ما انت ايه
هتشوفي قدام عينك حاليا. وناخد بالنا جدا يا جماعة واحنا بنعمله، عشان ده لسعته صعبة جدا جدا، مش قادرة اقول لكم يعني، بجد مؤلم قوي الكراميل ده، ربنا يعافينا يعني جميعا. كده خلاص كانت سقعت بقى معايا. بعد ما حطيت الكراميل حطيتها برضو تاني في الفريزر حوالي نص ساعة، لحد ما لقيتها كلها ساقعة والكراميل سقع خلاص. رحت بقى ايه جي طلعتها عشان اعملها يعني اوريها لكم واقطعها قدامكم واوريكم قد ايه بقى هي فظيعه وهشه وجميله وعاليه قوي. تقدري بقى تشكليها كده بالشكل اللي انت عايزاه، بالخله بتاعتك او باي حاجه عندك بالشكل اللي انا عملته ده. انت ممكن تقدري كمان تحطي كريمه من فوق بسيط ايه وتعمليها فيها شكل يعني، بس انا بصراحه نسيت ان انا ابقي حبه يعني اعملهم كده. فايه مش مهم يعني، كده خلاص هي كده جاهزه معايا وايه، وهنقطعها بقى مع بعض ونشوف شكلها بقى يبقى عامل ازاي. بجد يا جماعه لازم تجربوها، بجد بجد الوصفه دي ممتعه وهتعجبكم قوي 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 والله العظيم، لو جربتوها بنفس الخطوات وحاولتوا ان انتوا تظبطوا كل مقاديرها وكل يعني الخطوات اللي فيها، هتنجح معاكم جدا وهتعجبكم قوي، ومش هتبطلوا ان انتوا تعملوها كل يوم. بصوا بقى كده هنطلع الخرطة. عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي جوعت، يعني نفسي اخش جوه الفيديو اخد حته كده اقعد اكل فيها، لان هي بجد رهيبه بصراحه قوي يعني. وهي عاليه، كانت عاليه جدا على فكره معايا. بصوا عامله ازاي. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتك، ودايما كده يا رب اعمل حاجه تعجبكم وتليق بيكم، ويا ريت تقولوا لي رايكم ايه، واللي مش عاجبكم برضو تعرفوني، ولو في اي ملحوظه مش يعني مش مهم ان انتوا تقولوا لي، مش هزعل يعني، قصدي قولوا لي عادي، احنا كلنا بنتعلم من بعض وبنستفيد من بعض وده مش عيب طبعا. ان شاء الله الوصفه تكون سهله وسريعه بالنسبه لك وتكون عجبتك، واشوفك في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.